ايه يا ابني عامل ايه؟ كويس. مختفي فين بقالك فترة؟ اسلام. ايه يا ابني ده؟ انت بتقول يا سوسو؟ يا عم ده واحد صاحبي جابوله وقال هيجي ياخده من ساعتها ما جاش. طيب يا خالد صحيني كمان ساعتين. اه ما انت عارف ان مفيش حد في البيت. طيب سلام. انت دخلت هنا ازاي؟ هو الباب كان مفتوح؟ خالد اخوك هو اللي فتح. اخويا انت مسافر ولا ايه؟ جاي اقعد عندك يومين. في حاجة؟ شوية مشاكل كده. اهلي مخنوقين مني حبتين. اه ولا يهمك يا معلم، البيت بيتك. حبيبي. نقوم ناكل؟ يا ريت. تعال. تعالى يلا. فاكر ايام الثانوي لما كنا متابعة مع بعض هنا؟ اه فاكرها، الله ما يعودها ايام. يلا تصبح على خير. انت من اهله. انا عارف انك مستغرب من صاحبك، بس ده غصب عنك. عمي احمد. احمد يلا الساعة 12. يلا يا عم عشان نفطر. في ايه؟ معرفش، تقريبا كابوس. معلش يلا. محمد هو ايه اللي حصل بالظبط مع اهلك؟ بيعاملوني بطريقة مستفزة، ازاي؟ كأني مجنون.
كده. خلاص هبقى اجي لك يا حبيبي. خلاص. بعد اذنك يا ريس، ثانيه واحده. كنت عايز اسال على شارع اسمه شارع عسير. اسمه ايه؟ شارع عسير. تسأل عليه ليه؟ كان عندي شويه حاجات كده كنت لا ما اعرفش. بعد اذنك يا ريس، امورنا. كنت عايز اسال على شارع هنا اسمه شارع عسير. شارع عسير؟ وانت هتعمل ايه هناك؟ كان ليا شويه حاجات المفروض ان انا هروح اخدها من هناك. بس اللي اعرفه عن الشارع ده انه مهجور ومحدش بيقرب منه خالص. والشارع ده مكانه فين بالظبط؟ انا هقول. اللعبة دي بتاعت عيل صغير اسمه أسير، مات مقتول ومحدش كان قادر يساعده. كل فترة يجي واحد هنا زيك يدور على اللعبة ويقرا الرسالة اللي انت قريتها. انا مش فاهم حاجه. اللي دخلك كان هنا قبلك، واللي دخله كان هنا قبلك. طب والحل؟ الحل صاحبك وريهولك. انت تقصد انا خلص قولي، مش هقدر اقول حاجة تاني. انا قربت اوصل لحل مشكلتك. مشكلة ايه؟ انت مش حاسس بنفسك ولا ايه؟ انت اخر مره كنت عندي عملت حاجات كتير قوي غريبه. كل اللي انت قلته ده صح، بس انت اللي عملته. انا؟ ازاي؟ انت بتقول ايه؟ ايه ده؟ انت بتقول يا سوسو؟ يا عم ده واحد صاحبي جابوله وقال هيجي ياخده من ساعتها ما جاش. دخلت هنا ازاي؟ هو الباب كان مفتوح؟ خالد اخوك هو اللي فتحه. جاي يقعد عندك ليه؟ في حاجه؟ شوية مشاكل كده. طب والحل؟ الحل صاحبك وريهولك. والحل ايه عشان تخرج من الدايرة دي؟ حل.
إذا كنت تقرأ تلك الرسالة، لقد رأيت في منامك حلما مزعجا، وستبقى أسيرا للحظة حدوثه واقعيا. وإذا مددت يدك لانتشال صاحب هذه الرسالة، فسوف يسحبك لإغراقك معه. أنا اللعنة وأنت الأسير.